السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا ربنا يطول لنا في عمرك وينفعنا بعلمك يا رب. وإياكم. أنا كنت بسأل عن استخدام لفظي إن شاء الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللفظين دول أنا بأكثر استخدامهم لدرجة إن هم أصبحوا زي لازمات عندي. ففي أخ سمعني وأنا بقولهم، يعني لازمني أخ نحسبه على خير، فقال لي أنت بتستخدمهم في غير موضعهم وهذا ابتداع ولم يرد عن النبي ذلك. طب لتوضيح اذكر مثالا. يعني مثلا لما حد يسألني أنت فلان فأقول له إن شاء الله أنا فلان. لا، دي في غير فقال محلها. لي لا، كلام صاحبك صحيح في غير محلها. تمام. بالنسبة لكن للاسترجاع الآية الكريمة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. هنمتحن غدا إن شاء الله، نسافر غدا إن شاء الله، كله ماشي. لكن ما اسمك اسمي زيد إن شاء الله ملهاش وجه هنا. فهمت؟ تمام. تمام. الرسول طبعا عليه أنا السلام بحاول قال إن له أنا قائل: جاء أعرابي فقال للرسول، فقال لأصحاب النبي: أيكم محمد؟ قالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. ذهب إليه قال: أنت محمد؟ قال: نعم. ما قال أنا محمد إن شاء الله. ها. طيب، يعني أنا بحاول إن أنا أتخلص من الأمر ده، بس هل لو يعني غلبتني نفسي لا، واستخدمتها واحدة في غير واحدة واحدة موضعها، واحدة. هل هذا ابتداع؟ ربنا طب خلاف الأولى، لكن ربنا رحيم بك. واحدة واحدة كده اتبع السنة. طيب، في الاسترجاع يا مولانا أنا بسترجع في أمور اذكر يعني مثالا. برضه. اذكر يعني مثالا. مثلا أن تخبرني زوجتي أن ابني لم يوفق في الامتحان، فأقول لها إنا لله وإنا إليه راجعون. لا، دي ما فيش مشكلة، كده صحيح، عقل. ها. مثال ثاني. يخبرني مثلا زميل أن فلانا غاب اليوم عن العمل، فأقول له إنا لله وإنا إليه راجعون. لا كده يعني نص نص يعني، لا. ها. كمل أكمل. ها. أكمل ما الأمثلة. هي هو عشان هي يعني إنا لازمات، يعني لله وإنا أصبحت إليه زي اللازمات. راجعون. قال عند المصائب: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن واحد ما أنت متزوج، متزوج أيوة. واحد قال لك أنت متزوج، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، ينفع ولا زوجتك ستضربك؟ شوف، عرفت؟ لعلها تفعل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله.